يسعدنا كثيرا أن نستضيف السيد ياسين بوغزالة، وهو مدير دار الثقافة كما قلت محمد الأمين العمودي بالواد. مساءك سعيد ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا، مساءك سعيد وشكرا جزيلا على الاستضافة. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذنا مدير دار الثقافة. كما قلت قبل لحظات، حركية من دون شك تشهدها دار الثقافة على مدار العام أو على مدار الموسم، وخاصة ونحن في شهر تراث، كذلك برنامج مسطر من طرفكم. قبل هذا أو ذاك ضعنا في الصورة سيدي الفاضل عن الفضاءات الموجودة عندكم في دار الثقافة التي تستقطب مختلف الفئات والشرائح في المجتمع. نعم أكيد، دار الثقافة محمد الأمين العبودي تنشط على مدار العام، سواء النشاطات المناسباتية أو غير ذلك، بالإضافة إلى نوادي ورشات دار الثقافة في مختلف مجالات الفنون، سواء في المسرح أو في الموسيقى أو في الأدبية في الشعر، وأيضا نوادي الخاصة بالطفولة، وأيضا ورشات الفنون التشكيلية، فتستقطب جميع الشباب. نحن كدار الثقافة محمد الأمين العمودي دورنا أن نستقطب هؤلاء الشباب ونصقل الموهبة، بالإضافة إلى احتضان الفنانين على مختلف مجالات الفنون. جميل جدا. نعم. يعني مكان أو بيت أو دار مثل ما ذكرت وتفضلت للفنانين وكذلك الشباب الموهوب في اختصاصات مختلفة، على غرار كما قلت المسرح الذي الفن السابع أيضا اللي يستقطب عدد هائل من الجمهور، وكذلك حتى الموسيقى، نوادي الموسيقية. وش هي الحاجة اللي تميز ربما هنالك عندكم في دار الثقافة النادي أو الفضاء اللي يستقطب الجمهور وكذلك حتى العائلات إلى غير ذلك؟ نعم أكيد، نوادي المسرح ونوادي الموسيقى ورشات الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى نوادي اللغات خاصة بالإعلام الآلي، فهي تستقطب أيضا الطفولة. هناك برنامج خاص بالطفولة كل يوم سبت من 9 إلى 11 صباحا. جميل. طبعا هذا الفضاء هو فضاء مخالف عن البيت والمدرسة، خاصة بالطفل. نعم. ومرافقة للطفل من أساتذة ذوي اختصاص. جميل. بالإضافة إلى الورشات التي تنشط على مدار الأيام الأسبوع، خاصة في مجال الموسيقى والمسرح. عندنا نوادي خاصة بالمسرح، نادي الستار الإبداع المسرحي، وأيضا نادي مسرح سوف. تصور أن في الوقت القريب فقط كانوا هواة، وأصبحوا الآن كلهم أصبحوا ذوي خبرة. جميل. أصبحت عروض مسرحية تبرمج كل شهر تقريبا عرضين مسرحيين، فأصبح الشاب الهاوي الآن ربما عاد يكتب النص، وأيضا في السينوغرافيا، وأيضا حتى في الإخراج يعني. وهذا هو دور الثقافة، استقطاب وصقل هؤلاء الشباب. جميل. يعني جميل جدا، خاصة عندما يجد هؤلاء الشباب طبعا من يؤطرهم، خاصة من أهل اختصاص سيد مدير. نعم أكيد، هناك من ذوي الاختصاص، خاصة المخرج فتحي سحراوي الذي هو مؤطر ورشة الدراما المسرحية، وأيضا هناك أسماء كبيرة مثلا أحمد عمراني ونبيل مسعي، ذوي خبرة في مجال المسرح، يؤطرون هؤلاء الشباب من في مختلف العروض. يعني تصور أن في شهر رمضان المعظم هناك 4 عروض كلها محلية، يعني من إنتاج وممثلين بولاية الوادي فقط. فهذا يبشر بأن حركية المسرحية بوادي سوف فهي بخير، على غرار جميع النشاطات الأخرى في الموسيقى والمسرح، وأيضا الورشات التكوينية الخاصة بالفن التشكيلي يعني. جميل جدا. طبعا ومن دون شك من خلال برنامجكم السنوي المسطر هنالك ربما نشاطات تعتبر عندها صبغة خاصة هنالك في عندكم في ولاية الواد وتحتضنها دار الثقافة. هل هنالك مثلا أيام إعلامية أو نشاطات ثقافية يعني في العام تكون بارزة هنالك في ولاية الواد على مستوى نعم الثقافة؟ أكيد، هناك خاصة النشاطات الوطنية، عندنا الأيام الوطنية للصورة الفوتوغرافية، عندنا الأيام الوطنية للشعر الشعبي والفصيح، والصالون الوطني للفنون التشكيلية اللي هو لحد الآن راهو جاري، يختتم غدا بإذن الله. بالإضافة إلى الأيام الوطنية للفيلم الوثائقي والقصير، فهي أيام وطنية نحاول من خلالها احتضان وتلاقح ما بين الفنانين على مختلف ولايات الوطن والفنانين المحليين، وإعطاء فرصة أيضا للفنان الجزائري واحتضانه وأيضا تشجيعه في جميع مجالاته الفنية. جميل جدا. على ذكر الصالون الوطني للفن التشكيلي، بالأمس كان عندكم افتتاح الرسمي لهذا الصالون. نعم أمس شهدنا افتتاح الصالون الوطني للفنون التشكيلية. شعار هذه الطبعة هو الفن التشكيلي لغة خيال ورؤية فنان.
بمشاركة أزيد من 20 فنانا مشاركا من مختلف ولايات الوطن بالإضافة إلى الفنانين المحليين. حقيقة كان معرض مبهر، استقبلنا تقريبا 80 عمل مختلف ولايات الوطن، وتم اقتناء 20 عمل تزينت به دار الثقافة محمد الأمين العمودي. ويتخلل هذا الصالون ورشات تكوينية، ورشات خاصة بالخط، ورشات خاصة بالألوان الزيتية والإكريليك. وأيضا نواصل فصله عندنا مجموعة من الصور إذا كان جاهزة مع زملائنا الأفاضل. الحين أيضا نشوفوا الصور، أيضا نشوفوا الصور وفي نفس الوقت نتحدثوا هاي الافتتاح. تفضل سيد المدير. نعم أكيد. قد تتخلل هذه الصالون الوطني للفن التشكيلي ورشات تكوينية، ورشات خاصة بالألوان الزيتية والإكريليك، وأيضا ورشات خاصة بالخط العربي، ورشات أيضا بالفحم، الرسم على الفحم. فهو مجال المشاركة للشباب الموهوب في هذه الورشات، ويصقلهم ويؤطرهم أساتذة مختصين. كما نشاهد في الصورة كذلك يوجد حتى ضيوف شرف اللي كانوا معكم في افتتاح هذا الصالون. الفنان القدير عبد الله مناعي وعديد الفنانين كانوا نخبة من المثقفين، والفنانين كانوا حاضرين معنا خلال أكيد كانوا حاضرين معنا في حفل الافتتاح. كانت المعرض كان مبهر بحضوره وأيضا بأعمال فنية التي كانت تزين دار الثقافة محمد الأمين العمودي. وأيضا برمجنا اليوم نعم. هو مثل ما نشاهد في الصورة كذلك الفنان محمد محبوب اللي كان حاضر في الافتتاح برفقة كذلك ضيوف شرف اللي ذكرتهم أيضا سيد المدير. نعم ضيوف شرف مختلف الشرائح ومختلف المجتمع المدني كانوا حاضرين معنا. طبعا اليوم قلت سيذهب المشاركين إلى الجامعة، وهو فضاء خاص لتشجيع الطلبة وتلاقح ما بين الفن التشكيلي. الفنانين يذهبوا إلى الطلبة الجامعيين، وأيضا لاكتشاف هذا الفن التشكيلي وتشجيع الطلبة الجامعيين للدخول ربما في هذا الفن. يعني جميل جدا. يعني سطرت برنامج خلال هذا الصالون سيد المدير. بالأمس كان الافتتاح. هل هناك معرض فقط أو أيضا تشمل كذلك؟ هناك في الصباح كان افتتاح المعرض، في المساء كانت ورشات تكوينية مختلفة. اليوم تتواصل الورشات التكوينية الثلاثة. وأيضا هناك بودكاست سمي بفنان الجزائر، وهو عبارة على بودكاست يحكي على الفنان الجزائري، الفنان التشكيلي الجزائري، تقريبا ساعة من الزمن تحكي على الفنان التشكيلي الجزائري، ما هي أماله وربما ما هي مطباته. وإحنا دورنا كدور دار الثقافة محمد الأمين العمودي لاكتشاف هؤلاء الفنانين والاستماع لهم. يعني نعم. شحال عدد الفنانين أو شحال عدد الولايات اللي شاركت معكم في هذا الصالون؟ نعم أزيد من 20 مشاركة مختلف ولايات الوطن، يعني من الشمال من الجنوب من الغرب، جميع الولايات كانت حاضرة معنا. وهو الشيء اللي كان مميز خلال الأعمال المعروضة في المعرض، كانت أعمال مميزة جدا مختلف ولايات الوطن. هذا هو الهدف، يعني هو تلاقي الفنانين مختلف ولايات الوطن مع الفنانين المحليين، وأيضا المواهب الشابة المحلية تكتشف هذا الفن أكثر فأكثر. يعني جميل جدا. هذا فيما يخص الصالون الوطني للفن التشكيلي. هي فرصة كذلك الاحتكاك بين الفنانين اللي جاوكم من مختلف ولايات الوطن. نتحدثوا بما أننا في شهر تراث كذلك سيد المدير. من دون شك أن دار الثقافة محمد الأمين العمودي هناك بالواد سطرتم برنامج لإحياء هذه التظاهرة التي تمتد الشهر من 18 أفريل إلى غاية 18 مايو. نعم أكيد سطرنا برنامج ثري ومنوع يؤرخ أو يهتم بالتراث المحلي السوفي المادي واللامادي، على غرار معرض الموروث الثقافي المادي واللامادي بدار الثقافة محمد الأمين العمودي. كان معرض مميز شمل عديد الموروث المادي واللامادي، وهو التعريف به من أجل كل الزوار. وهي فرصة راح نشوفوا كذلك بعض الصور اللي تتميز بها هذه المنطقة الجميلة. منطقة واد سوف أيضا هاي أمامنا الصور سيد المدير. وفرصة كذلك أن نعرفوا بأعداد تقاليد هذه المنطقة. نعم أكيد. هذا صورة الغوط، يعني الغوط وقصة تضحية وسط قساوة صحراء قاحلة. وأيضا المنزل السوفي كان حاضر في القباب، لماذا سميت ألف قبة وقبة، المنزل السوفي حاضر خلال هذا المعرض. والحلي وجميع الموروث المادي واللامادي كان حاضر. اللي يزور المعرض
يكتشف التراث المادي ولا مادي البلاد الواد. على ذكر المنزل الصوفي مثل ما تفضلت وذكرت قبل قليل، راح ان شاء الله نعودوا نرجعوا فيما بعد ونشوفوا ايضا الصوره. بماذا يتميز المنزل الصوفي سيد؟ نعم، المنزل الصوفي فيه عديد اكتشافات الأجداد، يعني خاصة كانت منطقة ولاية سوف نعطانا منطقة حارة، كان يمتاز بالقباب التي هي باردة صيفا وفي الشتاء تكون دافئة. بالإضافة إلى الصبات، وهو في الصيف أيضا يكون مفتوح للبابين، يكون بارد خاصة في وقت القيلولة. أيضا هناك يكون داخله بئر، كان المنزل يكون داخله بئر، بالإضافة إلى عديد كانت القباب تخدم باللوس لأنها مقاومة للحرارة. فهو منزل أكيد تضحية الأجداد قبل كانوا يفكروا كيفية يعيشوا مع قساوة. نعم نعم، شفت البئر يعني في يتوسط المنزل والصبات الذي بجواره، وأيضا هناك دار الاستقبال. حد ما تدخل الباب تلقى احنا نسموه فيها السقيفة يعني. نعم. والبيت الصوفي كذلك يكون بجانبه أو يعني يحيط به كذلك الغوط، أليس كذلك؟ الغوط هو أيضا الأجداد كانوا الغوط يسكن بجوار الغوط، لأن المصدر الأساسي في تلك الفترة هو التمر، يعني الفلاحة. الغوط هو مصدر عيش الرجل الصوفي في ذلك الوقت يعني. وننظر حتى القباب يعني في مخدومة باللوس، يعني هي مقاومة للحرارة، مقاومة أيضا للأمطار خلال فصل الشتاء. طبعا الأجداد كانوا يفكرون كيف يعيشون مع المناخ الصحراوي الخاص بولاية الواد يعني. جميل جدا. نعم. بالإضافة كذلك المنزل الصوفي تتميز منطقة ودسوف كذلك بلباس تقليدي. نعم. مميز، إن شاء الله راح تظهر فيما بعد صور هاي أمامنا كذلك. نعم. هناك الحولي والبرنوس والغشابية. طبعا في كل فصل هناك لباس خاص يعني في منطقة ولاية الواد، سواء كان في صيفا أو خريفا أو شتاء. بالإضافة إلى اللباس والحلي التقليدي الخاص بالمرأة، وأيضا جهاز العروس كان حاضر في خلال هذا الموروث كما نلاحظ في الصورة. عديد اللوحات التي تجسد التراث المحلي الصوفي. فشاهدنا عديد الزوار خلال هذا المعرض، حتى المدارس الابتدائية كانت تتوافد على هذا المعرض. جميل. وكانوا يكتشفون، وهذا هو هدفنا يعني التعريف بالتراث المحلي. نعم. عندنا صورة كذلك، هذا لباس العرس أعتقد. نعم، لباس العرس والمخدة وأيضا القفة، فيها مجموعة من خاصة الطبق الشاي ومختلف يعني. كذلك. نعم نعم. نعم. الشيء كذلك مميز هناك في منطقة ودسوف سيد مدير دار الثقافة، ما زال متمسكين، حتى الشباب متمسكين بالعادات والتقاليد والأصالة، خاصة في اللباس وكذلك في العادات والتقاليد. نعم أكيد، لو نلاحظ حتى في مواسم الأعياد يعني هناك في سواء عيد الأضحى أو عيد المبارك نلاحظ أن كل شباب حول اللباس الصوفي. فعلى اليمين هو اللباس الصوفي، الفلاح الصوفي يعني عندما يذهب إلى الغوط. نعم. يذهب بذاك اللباس. وأيضا الخرجات الرسمية على اليسار هي الخرجات الرسمية، هناك القميص وأيضا القندورة يعني نقول سموها القدوارة يعني. نعم. فشملت ما بين العمل واللباس الرسمي يعني كما جميل. شاهدناها في الصورة يعني. جميل جدا. نعم. يعني هذا الشيء كما قلت لك أنه يميز منطقة ودسوف أن مازال الأجيال الصاعدة متمسكة بهذا التراث، سواء كان مادي سواء كان لا مادي. وكذلك دعوة منك سيد المدير للحفاظ على هذا التراث أيضا. نعم أكيد، هو الهدف وزارة الثقافة والفنون شهر التراث هو للتعريف والحفاظ على هذا التراث المحلي المادي أو اللامادي. طبعا خلال هذا الشهر برمجت عديد اللقاءات، سواء في المداخلات سواء في الندوات الوطنية وحتى الدولية الخاصة بالتراث، فهي تعرف بالتراث وتحافظ عليه. وأيضا نعرف الجيل الحالي خاصة هذا المعرض. تصور للأجيال أو حتى الأطفال عندما يدخل المعرض أكيد سيكتشف تراث أجدادنا سواء المادي ولا مادي، وهو هذا هو الهدف من هذا النشاط يعني. جميل جدا. نعم. ونعرف كذلك أن ولاية ودسوف أو منطقة ودسوف صفة عامة تتميز كذلك عندها العادات والتقاليد، كل موسم ربما يحتفلوا بها. هل من أيام أو عادات
تكون خلال خاصة في الصيف الربيع على ما أعتقد. نعم أكيد هناك عديد المواسم، خاصة في الأيام القليلة الماضية كانت احتفالية بابا مرزوق. نعم. فهي فرقة مشهورة وتراث محلي مشهور يعني بالغرار على آلة الزرنة ودف وعديد الموروث الثقافي المحلي الخاص بولاية الواد. حتى في الأعراس يعني أصبحوا يحافظون على هذا الموروث. في كل عرس تجد هناك آلة الزرنة والطبل حاضرة والبارود أيضا حاضرة في مواسم الأعراس، وهو شيء جميل يعني الحفاظ على هذا الموروث يعني. جميل جدا. نعم. وأعتقد أيضا حتى عيد النخلة عندكم في الواد. نعم. نعم عيد النخلة لا ما عندناش عيد النخلة. كان نعم. الغوط هو أكيد قصة وتضحية، وهو مصنف عالميا يعني الغوط. نعم. نعم عيد المدينة على ما أعتقد. عيد المدينة نعم كان كل سنة. عيد المدينة هو يجسد التراث المحلي لولاية الواد ويشمل عديد النشاطات. عيد المدينة يعني في سواء في مسابقات أو في مختلف مجالات الثقافة والفنون يعني. جميل نعم. جدا. نعود نرجع نتحدث قليلا كذلك عن دار الثقافة، عن فضاءات وعن نشاطات، وخاصة يستقطب الطفولة مثل ما نعم. تفضلت وذكرت كذلك سيد المدير بأن هناك فضاءات مخصصة أيضا للطفولة في دار الثقافة. نعم هناك فضاءات خاصة بالطفولة، عديد النوادي. عندنا نادي الياسمين للطفولة ونادي نزهة ومكتبة خاصة بالأطفال تستقطب الأطفال وتشاركهم في المسابقات دائما في المناسبات الوطنية وعديد الاحتفالات. تصور في أطفالنا رسموا جدارية خاصة بأحداث غزة يعني كانت جميل. جدارية رائعة وهي الآن في دار الثقافة محمد الأمين العمودي أبهر بها الجميع. اكتشفنا أن الطفل يعبر هو كذلك على هذه ربما على مختلف الأحداث العالمية يعني. وأيضا هناك حتى في المسابقات الوطنية يعني هناك الأطفال نعطوهم الحرية في الرسم فيعبرون يعني تعابير رائعة جدا يعني. وهو الهدف تاعنا كما ذكرت منذ قليل أننا نقدم لهم فضاء خارج البيت والمدرسة ونشجعهم أكثر ونحاول أن نستقطبهم أكثر للهروب من الألعاب الإلكترونية وغيرها من الأشياء جميل يعني. جدا. نعم. سعدنا كثيرا السيد ياسين بغزالة مدير دار الثقافة محمد الأمين العمودي بحضورك معنا. طبعا كلمة أخيرة سيد المدير قبل ما نختموا هذه الفقرة. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. ودورنا أيضا دار الثقافة محمد الأمين العمودي ترحب بجميع ضيوفها وترحب بجميع الفنانين وجميع المواهب الشابة. فضاءاتنا مفتوحة للجميع إن شاء الله. وشوقنا راح نزوروك إن شاء الله. أكيد مرحبا بكم. دار الثقافة وهذه النشاطات الكثيرة والحركية اللي تشهدها هذه المؤسسة طبعا اللي تابعة لقطاع الثقافة والفنون. إن شاء الله تكون مناسبة ونلتقي في مناسبات أخرى إن شاء الله. السيد المدير شكرا جزيلا لك.